لو المرأة ماتت وهي في فترة الحيض، ومعروف ان في فترة الحيض ممنوع الصلاة او قراءة القرآن، هل تعتبر سوء خاتمة؟ لا طبعا، حسن خاتمة. ليه؟ لان الست اللي مش حائض بتصلي لان ربنا امرها، وبتقرأ قرآن لان ربنا امرها. والست الحائض ما بتصليش وما بتصومش لان ربنا امرها. فهي بين الحالتين بتنفذ امر الله. صلي حاضر، ما تصليش سمعنا واطعنا. يشبه ايه؟ يشبه الاوقات اللي ممنوع فيها صلاة النوافل في اليوم، زي بعد ما تصلي الفجر ما فيش صلاة نافلة لغاية شروق الشمس وبعدها بتلت ساعة، زي قبل صلاة الظهر بتلت ساعة، زي بعد صلاة العصر. دي أوقات مكروه فيها صلاة النوافل. أنا مش هصلي سمعا وطاعا يا رب. إذا لو هي ماتت في الوقت ده وهي قلبها معلق بالله، ده حسن خاتمة لأنها ممتثلة لأمر ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي يخلينا نقول إن لو واحدة كانت في وقت الحيض في يوم عرفة، أو في اليوم اللي فيه ليلة القدر، أو في أي يوم صيام مقدس عندنا إحنا كمسلمين، ويجي لها الحيض، تقول لا ده ربنا أكيد مش عايز يديني الثواب. أنت أجرتي بالنية. ده سيدنا النبي بيقول: من دخل إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فغلبته عيناه، راحت عليه نومة، كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة على. فاللي أطعمك وسقاك في وقت إفطارك لأن كان عندك الحيض كان ربنا، وأعطاك الثواب، ودي إرادة ربنا. فاحنا سمعنا وأطعنا في كل أحوال.